دكتور زكي البحيري الأستاذ في جامعة المنصورة، وهو خبير في مجال التربية والتعليم، فنحب يعني نسمع رأيه في هذه المسألة. مساء الخير دكتور زكي. مساء الخير يا فندم. ايه رأي حضرتك فيما يحدث في التعليم في مصر؟ التطوير في جهود تبذل طبعا من قبل الوزارة، السيد وزير التربية والتعليم معانا على الهواء، واضح ان هو حاطط استراتيجية وحاطط عدد محدد من السنين لغاية سنة 17، وفي مجهود بيبذل، في مدارس بتبنى 1150 مدرسة، وده رقم كبير يعني انه تبني خلال سنة. لكن مع ذلك برضه لسه المشكله قائمه، او على الاقل بعض جوانب المشكله لا يزال قائم. حضرتك شايف من وجهه نظر يعني اللي بره السلطه احيانا ممكن يكون عنده شايف جوانب من الموضوع ممكن يساعد بيها اللي جوه السلطه؟ انا شايف حضرتك حقيقي ان النظام المركزي هو العقيم، هو اللي مأثر على التعليم بالشكل السلبي الموجود دلوقتي. ليه؟ لان الوزارة وحدها دون غيرها هي اللي بتتصرف في كل حاجة، في الميزانية، في شراء كتب، في الأجهزة، في المعامل، في الورش، في الأساس، في غيره. لا، لازم يكون في ديمقراطية ولا مركزية، وتتولى كل إدارة وكل مدرسة وفي المديريات المختلفة، وتتقسم مصر إلى قطاعات: شرق وغرب ووسط الدلتا وسيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، وهكذا. تبقى فيه بالشكل ده إمكانية للحركة، لكن مش أقل حاجة موجودة يرجعوا للإدارة والوزارة. أنا شايف إن الكلام اللي بينقال مش مطابق للواقع على الإطلاق، لأن مصر بتحتل المركز الأخير في التعليم الأساسي، وبتحتل المركز 145 في العالم من حيث كفاءة العمال. المناهج لا تتغير ولا تتعامل مع مخ الطالب. بيقول هنغير المعامل 100,000، هيغيروا المناهج 100,000 مرة. يقولوا ما مركز تطوير المناهج ده أنا مش عارف هو بيعمل إيه بالظبط. وطبعا أمريكا كان لها دور في إنشائه، لأن كان المقصود كمان إن هم يوجهوا بعض المناهج الخاصة بالتاريخ والتربية الوطنية واللغة العربية بعد حرب 73 بشوية، بحيث انها لا تمس القضايا الخاصه باسرائيل، ونخفف الضغط عن اسرائيل والحديث عن اسرائيل. لا سيبك من اسرائيل، انا عايز يطلع عندي حد بيفهم في الكيمياء وفي الفيزياء وفي الرياضيات واللغات، وبعدين ده لما يكبر بقى يحارب اسرائيل براحته. لكن انا يعني مستقر في عرفنا ان عندنا مشاكل مع اسرائيل يعني، بس يعني مش انا عايز يطلع عندي حد قادر انه يترجم، انا مش عايز اقول عداءه لاسرائيل، بس يشتغل يعني، وبعدين بقى كده بقى نشوف بقى نعمل ايه بشغلنا ده. تمام يا فندم. جميل. هم بيتكلموا عن الأنشطة المدرسية والمهارات، وهم قايلين على السايت بتاع الوزارة هذا الكلام، ولا في مهارات ولا في أنشطة، لا موسيقى ولا رسم ولا إذاعة ولا صحافة ولا رياضة. الكرة اللي هي احنا مهزومين فيها دي نتيجة ان احنا ما بنطلعش من المدارس من تحت فرق حتى على مستوى الكرة. فانا مثلا فين الاجهزه المعمليه؟ ما فيش معامل ولا حاجه ولا تجارب. العيال بتحفظ حفظ صم، كله عباره عن تلقين وحفظ. الناس مش بيستعيدوا للمدارس. دكتور زكي انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، واعتقد للمراكز كلام حضرتك مراكز تقويه وصل لمعالي السيد الوزير.